الشاشة وعلى المنصات اللي تظهر لكم على يميني. العنف الأسري وخصوصا تعنيف الأطفال طردنا الكثير من المشاكل والأحداث بهذا الخصوص، ولكن أغلبها صعب يعرض، وبعضها صاحب القضية مثلا هو ما يقبل أو ما يوافق يعرض قضيته، ولكن يطلب التواصل مع الجهات المختصة. وطبعا دور الشرطة المجتمعية مهم في هذا المجال. في أيمن الموصل استطاعت الشرطة المجتمعية أن تعيد طفلين هاربين من المنزل والأطفال معنفين. بدورها مفارز الشرطة المجتمعية وبعد تلقيها بلاغ من إحدى السيطرات قدرت تجيب الأطفال وتعيدهم إلى ذويهم وتجري تحقيق بالموضوع حتى توقف على الأسباب. طبعا من هذا المنبر ندعو للتعاون مع الشرطة المجتمعية لمكافحة ظاهرة تعنيف الأطفال والعنف المجتمعي. فللحديث عن هذا الموضوع معنا المقدم مؤيد هادي، ضابط في الشرطة المجتمعية. السلام عليكم وتحية طيبة. عليكم السلام وتحية طيبة على حضرتك وعلى جميع مشاهدي قناة الفرات الفضائية. أهلا بكم. سابقا كنا نسمع بحوادث عنف أسري ضد الأطفال يعني كثيرة، أكو انخفاض له هذه الحالات حاليا، مو كلها راح تظهر للعلن أو مو كلها تظهر للعلن بالعام. نعم، في الظروف القاسية التي مرت على المجتمع العراقي في السنوات السابقة كانت هناك حصيلة بنسب ارتفاع كبيرة لقضايا العنف الأسري، لكن نلاحظ اليوم هناك استتباب للوضع الأمني بسواعد الأبطال في سوح القتال من قبل الأجهزة الأمنية الكافة المرتبطة بالسيد القائد العام للقوات المسلحة. لذلك كان هناك دور كبير وفعال للشرطة المجتمعية من خلال التوعية والتثقيف حول جميع المظاهر السلبية التي كانت تتربص بالمجتمع العراقي، ومنها قضية التعنيف الأسري. لذلك بعد الدوريات الراجلة والمؤتمرات والورش التي أقامتها الشرطة المجتمعية التابعة إلى دائرة العلاقات والإعلام، نعم أصبح هناك انخفاض ملحوظ بقضايا العنف الأسري. بشكل عام نشاطات الشرطة المجتمعية، أبرز النشاطات اللي تقوم بها. عفوا، أبرز نشاطات الشرطة المجتمعية. نعم، إذا نتكلم عن الدور اللي نشاطات الشرطة المجتمعية وأبرزها، هي بحد ذاتها الشرطة المجتمعية هي الوجه المشرق لوزارة الداخلية من ناحية أنها تشارك في أقوى حرب